يعني به للأسف اكتشفوا ملفات جميع يعني أو خيوط كل الملفات الاغتيال. السؤال يكون ليش محمد العماد الوحيد الذي إلى حد الآن ما يمكن أنهم يطرحوا حتى عندما جاء أنصار الله؟ ليش محمد العماد الوحيد الذي حتى القنوات الذي في تحاكي على موضوع الاغتيالات كذا لكن يعني بتحاول. البعض يتحدث هنا تحديدا محمد علي العماد يستلم من علي محسن، يستلم من حميد الأحمر، يستلم من أكثر من باب، وبالتالي ربما أنت لم تنفذ أجندة معينة، وبالتالي نفذ ما لديه من أجندة وهي الاغتيال. أي طرف من أسماء كثيرة أنا لا أتهمنا، لكن هذا ما يقال. أولا إن فرض سلمنا أن محمد يستلم، فرضا سلمنا، أولا محمد إعلامي ولديه وسيلة إعلامية معروفة وصوتها معروف، تمام يا أخي ما احنا كلنا إعلاميين. لحظة، لا خاصة قصدي وسيلة إن الناس بيدعمون، لأن هذه القناة أكيد إن به ناس بيدعموها. أنا وسيلة إعلامية ما يمكن إني يدي واحد إنه أو أقول لك كنز إني أنا طيب. فرضا الشيء الأهم من ذلك عندما تقول إنه اختلفت أنا وياهم إني ما طبقت أجندتهم، هل محمد العماد أنت إذا كنت أنت أضعت البوصلة تحديدا في تحديد غريبي، في تحديد خاص لا لحظة، أولا أولا محمد هل تنتظر أنت يعني أولا محمد، أركز نقطة واحدة. أولا هل محمد العماد لمع لعلي عبد الله صالح، لمع لعلي محسن، لمع لحميد الأحمر؟ ليس بالضرورة تلميع. لا، الخلاف يكون في هذه انك بزيت مبلغ لاجل اجنده، لكن مطلوب يعني انا ربما ادفع لك ليس لتلمعني لكن لتقدح في الاخرين. ولا انا مستعد ان انا اقدح لعلي عبد الله صالح على حساب الاخرين. وموقفي اذا وسيله الاعلام حقي الهويه كنا في 2011 اتحدى واحد يدي لي بالصوت ويلعن علي عبد الله صالح ويلعن اسرته، اتحدى واحد يدي لي اي سب لعلي عبد الله. هذه صوره اخرى، أعتقد هذه صورة لحسين، هذا الحسين الأحمر. أيوه. وتضامن. ما علاقتك تحديدا؟ هذا مرة فعلنا معه مقابلة ذاكر في هذا المجلس، وبعدين ركز السنطل عزك الله. يعني أسألك بالله إيش الكبر والغرور؟ ناس أول شيء نسوان ورجال، وبعدين مدخل لك بالسنطل. طبعا هذا اللي حصلت قبالي، هذا ما كنت موجود فيه، بس حصلت إنه مشايخ عاشد في كل بقعة، والرجال من درع لك من راس الدي ولا آخره بالجزمة. بسرت هذاك اليوم يعني شرخ راسي يعني ايش الكبر اللي قد وصلنا له يعني بالجزمه. يعني مجلس معروف العادات في اليمن، يعني في المجلس معروف كيف الناس يدخلوا سلام يا رجال، ويدخل هذا يدخل بس تنطل على راسه هذا يعني والله ما كانه بسرت عندما يدوا بيت حميد الدين وكبرهم وعجرفتهم. يا اخي يعني ولو هو انا ما مصدق، بس فرضا قدهم متكبرين، هذا زفقهم والله لو جيت بسره. لاني اول مره اسير له، والحمد لله اخر مره فعلت مقابله وبعدها الله معايا صدق. هل حصلت على مبالغ ماليه منه؟ لا ماشي، لاني انا ما متفق. كنت هذيك الايام انا وسياده. من اسياده؟ كان هذيك الايام هو الايراني. يعني حسين الاحمر البعض كان هنا يجلس في مكانه وقال مع الليبي لا السعودي. شوف حسين الاحمر مثل البورصه، كان شغله، بس المشكله الحين وقفت البورصه مع هذه الفتره سبحان الله قد الباري خبص الدنيا كلها. ولو كان مثل البورصه طيب. جاء موسم الليبي صار الليبي، جاء موسم قطر صار قطر، جاء موسم ايران صار ايران. هذا الايام قدوا مع السعوديه، بس مشكلته من كثر ما تبتاع تشتري ما عاد طيب. تنفكش البضاعه. اين يقف محمد العماد من البورصه المحليه؟ يعني البورصه السياسيه سأطرح السؤال بشكل اخر. معروف أنك واحد من رجال ناصر عبد ربه. نعم. والله أشي أقول لك حاجة، يعني هذا الناس يفهموها، أظن أول مرة تتكلم فيها. أولا تربطني علاقة جيدة جدا بالشيخ توفيق عفاش، تربطني كانت علاقة بحسين الأحمر، هذه علاقة شخصية وعلاقة احترام كذا. وتربطني علاقة شخصية بالفندم عصام دويد، وتربطني علاقة شخصية بناصر عبد ربه منصور هادي، ولكن في إطار الاحترام وفي لكن ناصر تحديدا كان حتى وزراء يأتوا إليك لتكون نافذة. لا ناصر أدي لك يعني زمام والترب وغيره من الوزراء الذين كنت تسقيهم. هو ناصر هو كان صراحة يعني كان هو الوحيد الذي معاه عرق من حقنا الشماليين الصدق يعني.
يعني اولا في القبيله فاهم كيف للداخل. مثلا كانوا الجنوبيين متخوفين من الشمالي، ناصر هو الوحيد الذي كنت احسه القى فيه حقنا هذه البساطه، التواضع، يثق فيك، ما بيش عنده الهروبه، ما بيش الا في الدوران. وفي نفس الوقت ما علاقتك بناصر وبالسيارات المدرعه؟ لا، ما السيارات بيع وشراء، ما له دخل ناصر. ايش دخل ناصر؟ ما صرف لي سياره ولا هم يحزنون. سياره معايا مدرعه اسكويا، مثل ما اديت الوثائق موجود، مثل ما اديت الروبرتاج، هذا مساله سير بسر المرور. اذا انا طبعا اولا حاجه انا صدق عندما تقول احنا ما نتفاهم، يعني مثلا اجلس انا ما يمكن واحد تخونه وبينك انت وياه عيش وملح، اي انهب لي مدري ايش. اخي ما اناش بحاجه ان انا اجي انهب مدرعه، كنت جنب عبد رب منصور اعتبز لي مدرعه بالراحه، وليش عاد اجي انهبها انا؟ يعني التناقض. سياره شخص من الاشخاص كان مسافر، يا محمد به معي سيارة ايش تبيعها؟ وبسيارة لعلمك تأكدت من الرئاسة هل هي تبع الرئاسة أو تبع جهاز الدولة، ما بيش لها. اشتريت بيع وشراء، الأوراق موجودة وهذه موجودة، إذا كان بحاجة ما عليك، لو كان بحاجة أن أنصار الله يلفوها الأولي ما عاد يراعي لك. ليس ضمن عملية غسيل أموال؟ لا لا يعني لا لا كثير ممن فروا وخوفا من أنصار الله أرادوا أن يغسلوا أموال عبر محمد العماد وعلي مدري من وصالح مدري من. غسيل أموال هي $50,000، يعني الناس بيغسلوا مليارات. أنا قصدي غسيل أموال تشيل مليارات، هي رمزية هنا تحديدا. لا قصدي هو الموضوع واضح، ما بي في غسيل أموال. الوقت يدركني كثيرا، المخرج يشير، والأسئلة كثيرة ربما نتعدى 5% من الأسئلة، لكن سريعا أفضل بدون شركة النفط ستكون أفضل بدون؟ أفضل بدون لوبيات العيسي وعمر الأرحبي. الإعلام اليمني سيكون أفضل بدون؟ أفضل بدون الأيديولوجيا التي تستخدم في بعض وسائل الإعلام. المستقبل سيكون أفضل بدون؟ أن نخرج جميع القوى السياسية خارج اليمن. يعني سيء إذا فرضنا أنه ما يصلح اليمن إلا بخريج علي عبد الله، ما يصلح إلا بخريج علي محسن، ما يصلح إلا بخريج فلان. إذا أنا بالعقلية هذه الإقصائية تتأكد ما يمكن نحن نستقر لعشرات السنوات. ماذا يعني لك الهوية؟ تعني لي هي الفطرة الحقيقية للمواطن اليمني. علي محسن الأحمر؟ علي محسن الأحمر كارثة من الكوارث توجد في كل التيارات السياسية. رغم كل المبالغ اللي حصلت عليها من؟ كارثة من الكوارث، ما هو الشخصية وحيدة. رغم كل المبالغ التي حصلت عليها من؟ أولا لا جزمت عليها مبالغ، فرق أنه محمد بز مبالغ خاصة من فرد، وفرق أنه مكونة سياسية كانت تريد أن تدعم وسيلة إعلامية. أنصار الله ماذا يعني لك؟ أنصار الله تعني لي هي الفئة الوحيدة الذي عرفتني قيمة نفسي، وهي أيام الشهيد القائد حسين بدر الدين. المؤتمر ميثاق المؤتمر أعتبره دستور بعد القرآن. طيب. الإصلاح عندي كارثة لا تفرق عن كارثة الإيراني. طيب. أنا أتمنى وأنا أعتذر، ما الذي تتمناه في نهاية هذه الحلقة على المستوى الشخصي، على المستوى العام، على أي مستوى تريد؟ يعني أولا أتمنى، ما هي أمنياتك؟ أتمنى الذي أتمناه ولو الناس في وضع مأساوي، بأن نحاول قدر المستطاع بأن نتقرب من الخليج، وبالأخص مع الإمارات، لأني أعتقد بأنهم زجوا بمعركة ليست معركتهم، وهم الأقرب لنا كيمنيين، وأن تبتعد الإمارات على مسألة التخويف بإيران والمشروع الإيراني، وأن تعلم بأن اليمني لا يمكن بأن يرتهل لأي دولة أجنبية مهما كان، أي قوة سياسية، بداية من المؤتمر إلى أنصار الله، وأن تعيد النظر بأن لا خروج للمسألة اليمنية بالسلاح، وإنما بالتقارب مع هؤلاء الطرفين. طيب. أخيرا فقط أنا أعتذر، هي مساحة أخيرة في البرنامج سأتركها لك للاعتذار، تقديم اعتذاراتك على المستوى الشخصي، على المستوى العائلي، على المستوى العام. تفضل. أولا يعني أعتذر، بس إذا كان بعض الأوقات أشخاص معينين أسأت لهم، يعني ما نشعر في الأسماء، وهم بيشوفوا محمد العماد قامض، هذا من حقهم. بس أنا أعتذر إني أنا ما أكشف محمد العماد إيش الذي بيفكر فيه، إيش كذا، لأنه أعتبر بأن بعض الأوراق عندما تطرحها بشفافية بيتم استخدامها عكس، ولهذا
أعتذر لهم ولو أساءوا في حقي في بعض الأشياء. نعم. محمد علي العماد لا يستحي صحيفة الهوية، شكرا جزيلا لك أن كنت ضيفي. كما أشكركم أنتم مشاهدي الكرام على متابعتكم هذه الحلقة من برنامج وجوه مألوفة. ألقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله، في أمان الله.